السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الوطن العربي. معكم نور الدين حساني، وفي هذه الحلقة سنرى المكافأة على الأجيال، بحيث تعد الطريقة الثالثة للربح مع شركة ألوان كوين. عندما نقول الربح على الأجيال فإننا نتكلم عن عمولة نتلقاها كل أسبوع على ما ربحه الأشخاص المتواجدين عندي في الشركة. ما يحدد لنا نسبة العمولة وعدد الأجيال هو الباكيج الذي قمنا باقتنائه. فمثلا إذا قمت باقتناء باكيج تريدر ب 500 يورو، فإنني سأربح 10% على الجيل الأول، أي 10% على ما ربحه خلال الأسبوع كل مباشر متواجد عندي. فلنفترض أنني قمت بإدخال شخص مباشر ما، وكانت أرباحه في الأسبوع الأول هي 1000 يورو، فإنني سأربح 10% من 1000 يورو أي 100 يورو. إذا كان عندي الباكيج هو برو تريدر، أي قمت باستثمار 1000 يورو، فسأربح 10% على الجيل الأول و10% على الجيل الثاني، مع العلم أن كل جيل فيه عدد لا متناهي من الأماكن. إذا قمت باقتناء الباكيج اكزيكيوتيف تريدر ب 3000 يورو، فإنني سوف أربح على الجيل الأول 10%، على الجيل الثاني 10%، وعلى الجيل الثالث 20%. أما إذا قمت باقتناء باكيج تيكون أو البريميوم، فإنني سوف أربح على الجيل الأول 10%، 10% على الجيل الثاني، 20% على الجيل الثالث، ثم 25% على الجيل الرابع. يعني 25% على كل ما حققه هؤلاء الأشخاص المتواجدين عندي في الجيل الرابع في الأسبوع. وبالتالي فهي أرباح لا متناهية، لأن كل جيل فيه أماكن غير متناهية من الأماكن. أستودعكم في الله، وإلى اللقاء مع حلقة قادمة إن شاء الله.